إخواني، هذه الصور وهذه التحف الفنية الجميلة كما تشاهدون، وراح تستغربوا مين عمل هالأشياء وهالأنامل اللي عملتها الفنانة من المملكة العربية السعودية. نتعرف بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. فاطمة حسنين، فنانة تشكيلية وخزافة من مدينة جدة. مدينة جدة. نعم. طيب تشرحينا عن هالأشياء الجميلة الصراحة. الله يخليك. شو هاي؟ طيب احنا هنا بنهتم بفن وحرفة الفخار. كل اللي بتشاهدوه في المكان مصنوع من الفخار بمواد عالية الجودة. نهتم بإبراز الهوية السعودية على القطع الخزفية. يعني الفنجان اللي انتم شايفينه هو فنجان قهوة سعودية، ولكن يمثل فن القط العسيري من المملكة العربية السعودية. فيهمني لما أصنع فنجان يكون يمثل هويتنا وتراثنا في المملكة العربية السعودية. ايوه تفضلي. شو في كمان هون عندنا؟ عندنا كمان هنا عاملين صحن من الفخار والطين بألوان الطين. بنعمل عليه شعارات. ايضا يعني شيء مهم عندي انه الشعارات تكون الزخارف الموجودة تمثل فننا وهويتنا. حتى المزهرية اللي هنا شايفينها ايضا تمثل جزء من فن المملكة العربية السعودية في منطقة الجنوب. هاي الزخرفة هاي؟ نعم، في منطقة جنوب المملكة. حبيت ان انا اعملها على مزهرية، والحفر والتفاصيل كلها تكون بهويتنا وتراثنا. ايش عندنا هنا مجموعة من الأكواب. الأكواب برضو هذه تمثل زخارف مناطق المملكة بألوان مختلفة. بالفخار برضو. بالفخار. الكوسترات هنا الموجودة. التصاميم اللي هنا تحت الصحون. الزخارف اللي كانت موجودة على مناطق نجد أيضا. كلها بنحاول نظهرها. هنا زخارف من الفن الإسلامي أيضا. الإسلامي. نعم جميل. بأكواب تصاميم شوية مودرن عشان تناسب الشباب والفتيات. ممكن نعمل أشياء بألوان زي ما انتم شايفين. ويتم تسويقها هاي؟ نعم عليها تسويق الحمد لله، وعليها طلب وإقبال كبير من الشباب. وهل ما هي مصدر جيد للدخل إلك؟ الحمد لله الآن أصبحت مصدر جيد للدخل بفضل الله عز وجل. حقيقة احنا جدا سعيدين بالمشاركة وبوجودنا في مهرجان جرجة الثقافة والفنون. التبادل الثقافي بين الشعوب كشعب المملكة العربية السعودية وشعب المملكة الأردنية كان جدا جميل. جدا سعيدين بشغل بعض، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في مهرجانات أخرى. نعمل أيضا طلبيات خاصة إذا عملاء عندهم تصاميم معينة بأسماء معينة ممكن نعملها. ممكن التواصل عن طريق الانستغرام، الآن إن شاء الله نضيف لكم هو، وعن طريق رقم جوالي حيكون موجود في الحساب بإذن الله 05045 0312. شكرا للاستضافة.